ان شاء الله موضوعنا على تربيه الاطفال، وغندوزو اليوم الموضوع المراهق كما وعدتكم. واللي ما شافش الفيديو اللي قبل هذا يشوفوا، لحقاش البدايه هي الفيديو الاولاني وهذه تتمه ديال الفيديو اللي غنتكلموا عليه اليوم، كيفاش نتعاملوا مع هذا المراهق. هذا المراهق هذا كاينين 5 ديال النقاط. هاد 5 ديال النقاط خصكم تعرفوهم. اول حاجه المراهق يعني كيبلغ، علاش حنا كنسميوه مراهق؟ راه كيبلغ، كينضج، كيحس براسو. النقطه الاولى كيتغير جسمانيا داخليا وخارجيا. ثاني نقطه كيحس براسو بانه هو ولات عنده كلمه في داك المحيط اللي هو عايش فيه. ثالث حاجه كيبغي اللي يسمع ليه. رابع حاجه كيبغي اللي يصاحبه في الافكار ديالو وفي نمط الحياه ديالو. هاد ال5 نقاط اللي غندوي لكم عليهم انا دابا غنقولهم لكم وغنعطيكم بالترتيب من الاولى حتى ل5. دابا حنا غندويو بالدارجه باش كلشي معنا يفهم فين وصلنا. رابع نقطه ولا خامس نقطه؟ ثالث نقطه، رابع نقطه. قلنا اللي تصنت ليه واللي يكون معاه واللي يكون كما كنقولوا حنايا مع من يدوي، مع من يتكلم، مع من يهضر، شكون اللي تصنت ليه. خامس نقطه كيبغي اللي يعطيه الثقه بالنفس. يعني خاصو تكون هو عنده واحد الثقه بالنفس. هاد الثقه بالنفس كيفاش؟ خاص الوالدين هنا خاص يكون عندهم واحد الدرايه بان هذاك المراهق. دابا حنا غادي نمشيو بالترتيب وسمعوا لي مزيان هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير. دابا بدينا من اول نقطه حتى لخامس نقطه. دابا غنرجعوا من خامس نقطه وحنا هابطين. هاد خامس نقطه هذه صنتوا مزيان، غادي يفيدكم هذا الفيديو مزيان، وبارطاجيوه باش تعمل فائده على الجميع، على صحابكم، على جيرانكم، على هاد الشباب اللي طالع، ولا هذا الشيء كله اللي كاين. كيبغي يكونوا والديه كيسمعوا ليه. اختي الحبيبه، هنا كيبغي والديه يسمعوا ليه، لان اللي ما سمعوش ليه والديه كيخرج على برا. هو هنا فين كيكون واحد الاعاقه، ماشي ذهنيه في الجسم ديالو، لا ماشي اعاقه ديال هاد الاعاقه ديالو خارج البيت، كتولي عنده واحد المشكله. شنو هي هاد المشكله؟ شنو هي هاد الاعاقه؟ كيوليو عنده صحابو على برا، كيولي يحكي معاهم، كيولي اي حاجه بغا يديرها كيمشي عند صحابو، كيكون هما الاذن الصاغيه ليه والقلب المريح له. علاش؟ لان هنا الاباء ما عطاوش واحد الاذن صاغيه، ما عطاوش واحد الاهتمام، ما عطاوش واحد الرعايه، وما تصنتوش ليه وما صاحبوش. راه خصكم تصاحبوا ولادكم وتعلموهم وتخاويوهم وتكونوا اصدقاء ديالهم، واي حاجه صغيره ولا كبيره ما تدوزوهاش غير هكاك. تكونوا كما كنقولوا على القرص، تكونوا حافظين وليداتكم اشنو كيبغيو، اشنو الرؤيه ديالو، شنو المتطلبات ديالو، اشنو بغى. لانه في ديك اللحظه راه قلت لكم انا في فيديوهاتي السابقه، راه دابا هادشي كنقولوا لكم غير هنايا. دابا درت هذا الفيديو متخصص لهذا الشيء هذا، اما انا راني دويت على هذا الشيء، وكاين اللي سمعوا وكاين اللي ما سمعوش، وكاين اللي عمره ما شاف ديك الفيديوهات، عاد وصل لهذا الفيديو عاد كليكا عليه وعاد دخل وخصو يسمع مزيان. مرحبا. الاطفال ديالنا خاصنا اللي كيكونوا مراهقين، لا الفتيات ولا الفتيان، يعني لا الشابات ولا الشباب، ولاد ولا البنات. حنا كندوي بالدارجه بعاميه باش كلشي يفهم. راه الا ما صاحبناهمش وما تصنتناش ليهم وما عطيناهمش واحد الخاطر غادي يخرجوا من يدينا. علاش غادي يخرجوا من يدينا؟ دابا حنا غادي نبداو نرجعوا للنقطه الرابعه والثالثه تنوصلوا للنقطه الاولى. فهموني مزيان. هنا
بعض المرات كيكونوا الوالدين ما فاهمين ولكن كيديروا براسهم ما فاهمينش. راه حتى هما دازوا في سن المراهقه ولكن كيديروا راسهم عميين صمكين، ما كيفهموا زيازن، ما والو، صافي كيديروا خاميه على وجههم. علاش؟ باش كيقبعوا هذا الوليد هذا وكيوليو معاه في الشنآن. فقطع ليا شد ليا نقطع لك. الا كان ولد كيخرج على برا كيدير الصحاب، حتى دابا البنت ولا تخرج على برا كدير الصحابات، كتحط الراس على صاحبتها وكتعاود ليها وكتصاوب عليها وتفرغ عليها قلبها. لا اختي الحبيبه، علاش انا بنتي ما نشداش معايا؟ علاش انا بنتي ما نصاحبهاش؟ علاش انا ولدي ما نصاحبوش؟ وتعاود ليا ونعاود ليها وتفرغ عليا ونفرغ عليها، والحاجه راه ضراها تقولها ليا. ما نخليهاش انا تخرج على برا، ما نخليهاش انايا يمشي هو على برا. هنا بعض المرات كنشوفوا الشباب مثلا خرج تجاك واحد النهار صابغ شعارو، دير لي داك اكسجين، وانا كيفاش غتعاملي معاه؟ يلا عطيني دابا انت فكره، عطيني دابا انت هاد النصيحه هادي، كيفاش غتعاملي معاه؟ غتغوتي معاه، غتسبي، غتعايري، غتضربي، غتقولي الفاظ خايبه؟ لا اختي الحبيبه، ما غديريش هكايا. لا مشى هو دار هاد الامر هذا، هاد الوضع هذا، مشى صبغ شعارو مثلا. حيت انا كنشوفهم، حنا عايشين مع هاد الشباب كنشوفوا هادشي قدامنا وكنشوفوا هاد الاجيال، كنشوفوا هادشي كلشي دايز على عينينا. غتشديه وغدوي معاه بدون عنف، بدون معيور، بدون ضرب. اجا وليدي، هذاك الشعر اللي درتي وهذيك الصباغه اللي درتي وهذاك الصفوريه اللي درتي في راسك، علاش درتيها؟ غايقول لك انا عجباتني. علاش عجباتو هو؟ حيت شاف واحد اللاعب كره ولا شاف شي مشهور دارها. هذاك الا دارها حيت هو مشهور، باش كيكون داير واحد الرمز عليه، فلان حتى انا ما عرفتيش، داك اللي صابغ شعارو، داك اللي مكريبي، داك الهيبي، داك اللي داير، داك اللي داير داك الحتينه، داك الكسابه، داك اللي وداك الوشم، داك كيعطيو واحد الصفات ليهم باش كيتنعتوا بدوك الصفات. ولكن هما راه مشهورين مراكز ديالهم وفلوسهم وبرزقهم. حنا هنا خصنا نربيو وليداتنا. ملي غنربي انا هاد ولدي ماشي غادي نقول ليه لا، غنخليه حتى يقنع، نقول ولكن انا نعطيك واحد الفتره غتخليه، ولكن غتمشي تعاود تصبغ شعارك وغتحيدو، لحقاش ما غاديش يليق بك، لانك انت ولد كذا وكذا، فلان ظريف ومؤدب ولد عائله وهذا، وانت باقي صغير باقي كتقرا باقي عندك مستقبل. يعني هنا غتبقاي تنصحي بواحد النصائح اللي غيدخلوا لي غير بالتي هي احسن وغير بشويه، لان العصا كما كنقول لكم والضرب والسبان والمعيار ما كيجيبوش نتيجه. مشى دار وشم مثلا حتى هو بهاد الطريقه هادي. البنت عاوتاني مثلا شفتيها مشات لك شي مكياجات ولا شي عرا ولا شي تقزاب ولا مشات دارت شي شفار وشي ضفار وهي باقي الله عندها 13 14 عام و15 عام ودارت هاد الحاله، ولا دوك الضفران اللي بحال النسوره، ولا هنا حتى هي غتشديها، غدوي معاها بالتي هي احسن. غتقول لها شوفي بغيتي هاد الشيء، نهار نكونوا معروضين، نكونوا غاديين شي حفيله، نكونوا غاديين معروضين، عندنا شي مناسبه، واخا درتي داك الصباغه اسمحوا لي كتوحل لي هنا عندي الغده باش كيت عليكم، ما عليناش انا فاتحه عليها، ما عليناش ما تشوفوا بس. غدوي معاها بالتي هي احسن. غتكون عندنا شي مناسبه، ما غنخليش بنتي بلاش، غتلبسي تاتيا وغتولي وغتصاوبي شعارك وغديري وغتفعلي. ولكن بنيتي في سير الايام وفي الدراسه ديالك وفي الحومه وفي العائله وفي المحيط ديالك وانت باقا صغيره، ممنوع هادشي ديريه، وخليك مسراره وخلي عليك الحياه وعليك الستر، غير بالتي هي احسن. ولو حنا دابا راه كنشوفوهم داكشي ولا عندهم مباح وعادي، ولكن عند الناس بنات الاصول وعند الناس متربيين ماشي عادي. بنت صغيره ممنوع عليها تنتف الحجبان ولا دير الشفار ولا دير الضفار. هذه الاصول ديالنا فين تكبرنا وفين تربينا، ولكن بالتي هي احسن. نمشيو للنقطه ديال كما قلنا الثالثه. دابا حنا هبطنا قلنا على الخامسه والرابعه، هبطنا دابا الثالثه عاوتاني حتى هبطنا، عاوتاني من الفوق للتحت.
يعني هنا خصك تصاحبيها ولا تصاحبيه. فين مشيتي، فين جيتي، شنو درتي اليوم، شنو قريتي، مع من هضرتي، مع من تكلمتي، فين. هنا عاوتاني ماشي غتقمعي ولا غتقمعيها، لا، ماشي حنا غادي نخلقوا ولادنا، لا، عندها شي صديقه ديالها اولا هو عنده شي صديق ديالو، خاصك تعرفيهم فين ساكنين، نمرة التليفون، بغات تمشي عندها للدار غتمشي عندها وغتعرفيها مشات لعندها وغتعيطي في التليفون وغتشوفي. دابا الحمد لله راه كاين الواتساب وكاين المباشر وكاين الفيديو. وهو عاوتاني كذلك. دابا كندوي بصفه عامه الولد والبنت، حنا ما غنقمعوش ولادنا، حنا ما غنديروش في قرعه ونسدو عليهم، حنا ما غنديروش في واحد الصندوق ونخليهم بحال غادي نلعبوا بهم في شي سيرك، لا، غادي نمشيو معاهم بالتي هي احسن. غنعطيه الحريه ديالو، غنعرفوا بانه ولا شاب ولات شابه وعندها واحد الكيان وعندها واحد الشخصيه ديالها وعندها ما تقول وعندها واحد الحاجه في الحياه ديالها خصها هي ديرها، ولكن في حدود، ولكن بدون قمع، بدون ما نزيروا على ولادنا حتى نبغيو نطرطقوهم. كاين واحد الحوايج اللي كيداروا وكاين شي حوايج اللي ما كيداروش، لا بالنسبه للبنت ولا بالنسبه للولد. ولكن عاوتاني واحد القضيه ديال البنت او الولد في الدار عندك بجوج، كيكونوا هما بجوج هم وصلوا لداك السن المراهقه، وهنا الولد كيبغي عاوتاني يبين البراعه ديالو وكيتحكم في البنت اختو، كيبغي يولي عليها بحال الشاف في الدار، كيبغي عاوتاني يحكم فيها، لا ما تخرجيش، لا ما ديريش، لا ما تفعليش، وكيبدا يضربها ويبدا يعايرها، زعما راه هو الراجل ديال الدار. هنا غادي تشديه، غتقول لهم نتوما بجوجكم ولادي، وانا اللي غنحكم فيكم، وانا اللي غندوي معاكم، وانا اللي غنصحكم. انت هذيك اختك عليها بالثقه وعليها بالاحترام. راه هنا باش كيوقعوا هاد المشاكل، ماشي هنا غنقول لها لا خوك الكبير خصك تسمعي كلمته، دار خوك كبير اللي قالك ديريها، زعما حيت هو ولا راجل ودار اللحيه ولا دار الموسطاج ولا يحسن صافي كبر، غادي يولي زعما في كتافك، غادي يولي حتى هو معاك عليها. راه هنا فاش كيخسروا الاباء والامهات والوالدين مع ولادهم. وهنا فين قلت لكم في الفيديو السابق، ما كاينش الفرق، ما كاينش الفرزيات ما بين البنت وما بين الولد، بحال يا صغير يا كبير، ما كاينش انت غتحكم في هذا، راه انا اللي كنحكم فيكم بجوج وباكم اللي كيحكم فيكم بجوج. اللي كاين في الدار هو اللي كيحكم، الكبير هو اللي كيحكم، الاب والام، اما نتوما تحت الطاعه ديالنا. ولكن نعطي واحد المجال ديال الحريه، نعطي واحد المجال ديال الهضره والكلام، نعطي واحد المجال ديال الحوار، نعطي واحد المجال ديال الحريه الشخصيه ديالهم، باش ما يوقعش ليا واحد الخلل في وليداتي اولا شي نهار. الله يحفظ، كما كنسمعوا كما كنشوفوا حاليا دابا حنا كنهضروا وما كنعمموش، كاينين وما كاينينش، اللي الله يستر البنت كطج اولا الولد كيطج. علاش؟ لان ما لقاش واحد الاسره اللي حماته وعطاته واحد الحمايه كامله وشامله من الاول ديالو. يعني منين كيكون صغير حتى كيوصل داك السن المراهقه. هنا المراهق كما قلت لكم كيبغي الاذن الصاغيه ليه، كيبغي اللي يسمع ليه، كيبغي مع من يتحاور، كيبغي مع من يهضر، كيبغي مع من يتكلم. ماشي انا غادي غير نقمعو، سكتي الله يدير لكم، الله يفعل لكم، مالك درتي مالك فعلتي، لا، نعطيه واحد الحريه ديالو. كاينين دابا انا كنشوف بعض شي مراهقين كاين اللي كيجي على الغسيل كل ساعه داخل الغاسل، مالك نتايا دابا خدام داخل الغاسل، ديما غادي داخل الغاسل، طرقت الميمان، غابت الميمان، داز الصابون الشامبو، لا 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 لا، ما تعاملوش مع ولادكم بحال هكايا. كاين اللي كتجي على الغسيل يبقى هو داخل الحمام غاسل خارج غاسل، داخل غاسل خارج غاسل. علاش؟ كيحس براسو صافي كبر، بغى يتنقى، بغى يريح، بغى يزيز، بغى صافي يخليه. راني قلت لكم في واحد الفيديو ولا باقي كتعقلوا، انا عاود نقولها لكم وغتضحكوا. كنت قلتها لكم في واحد الفيديو، غير هبطوا الفيديوهات وقلبوا راه غتلقاو، نسيت على العنوان ديالو. انا يعذب بالله قلت انا ملي كنت صغيره شنو جاني مراهقه، علاش جاتني؟ على المكياج، والله العظيم جاتني على المكياج، جاتني هذاك العكا الاحمر كنديرو، وملي كنت مجيه للدار كنمسحو. سبحان الله، دابا واخا كنديرو ها ما كيبغي كاع يبقى في الفم، والله ما كيبغي يبقى،
كيبغيش يبقى لي فمو. وديك الساعه يا حبابي كانت مجايه كتقول لي امي اش داكشي اش داكشي، نقول لها مالي ايوا كناكل صلخه ديال العصا على داك المكياج، حتى وليت كنديرو في الليل وكنعس. قوت الحب ديالي ليه جاني على المكياج، صافي جاني على المكياج. هذا هو عيبنا، راه كل واحد على جاتو. الحمد لله انا جاتي على المكياج، هي هذيك ولات كتخليني صافي ما بقاش كتقول لي حتى شي حاجه. يعني كنديرو في الدار كنديرو صافي ماشي في الزنقه، يعني كنديرو في الدار كتشوفني بحال ديك الهبيله بحال ديك الحمقى، كنديرو صافي كنعس الصباح كنوض كنغسل وجهي صافي. من تما كي ما بقاش كنديرو، ما بقاش كنبغي كاع المكياج انا بزاف قليل. ما كنت داك العكا الحمر والصباغه حمراء كنت كنموت عليهم. وهكا دابا هاد الدراري كاين اللي كيجي على الغسيل، كاين اللي كيجي على تخرج عند البنات وتمشي لا، نمشي نخلي لها واحد الحريه ديالها، ونعرفها فين مشات ونعرفها فين جات، وربما نمشي كاع معاها كاع حتى ديك البنت ندخل وناخذ التليفون ديالها ونرجع للدار. مره نعيط عليها فين كنتي انا باقا عند صاحبتي، اما بغيت نخلط عليها بغيت تخليها تجيب وحده تجيب وحديتها. وتعلم تفهم بان تعتمد على نفسها ويعتمدوا على نفسهم. هذا باش كتكون ديك الانسجام العائلي وديك الموده وديك الرحمه ما بين الاباء والابناء ديالهم. يعني شنقول لكم، شي الحياه والتربيه راه صعيبه في الحقيقه، راه ماشي سهله. حنا شي كنقولوا غير بالفم، ولكن باش كتطبق صعيبه، لان كاينين شي والدين عندهم عاوتاني شي ضغوطات ما كيقدوش يتحملوا، ما كيقدوش يديروا هادشي اللي كنقولوا دابا حنايا، ما كيقدوش يقوموا به. عندهم ضغوطات ديال الحياه، الخدمه، هذه ما صافي كتجي هي منفعله من الزنقه، ولا كيجي الاب من الزنقه راسو منفوخ صافي كيجي للدار كيدخل كيشوف واحد الجو ما عجبوش، كيولي صداع كيولي خسر كيولي لا. هنا كنبغيكم الله يجزيكم بخير تحضروا عقلكم، حضروا الايمان، ذكروا الله، علموهم يصليوا، علموهم يذكروا الله، علموهم الدين، علموهم شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، شتي راه اي حاجه تعلم هذاك الطفل من الصغر غتبقى فيه. شوف والديه في ديك الحاله حتى هو غيكون فيها. راه ما يمكنش انا ما كنشوفش امي وبا كيصلي وانا غنصلي، راه قليله. خاص الوالدين يكونوا كيصليو، الوالدين كيشدوا واحد المصحف، الوالدين والاب كيمشي للجامعه كيدي وليداتو معاه، كيشوف نوض صلي نوض هادي واحد المراقبه، بزاف ديال الامور اللي كتكون في الوسط العائله الصغيره باش داك الوليدات كيكبروا وكيتربوا في واحد الكنف اللي هو كنف صحيح، وواحد الحياه اللي هي صحيحه، وفي واحد البيئه اللي هي صحيحه. وبعض المرات بقوه هاد الاباء ملي كيكونوا بحال كيديروا واحد القمع الابناء ديالهم، كيكونوا بحال دابا مرض ليهم شي واحد في وليداتهم، هاد المراهق من هاد المراهقين اولا مراهقه، وكيمشي معاه للطبيب. هنا ملي كيمشي معاه للطبيب، الطبيب كيبقى يسول داك الوليد وداك البنيته شكون اللي كيجاوب هنا، الام ولا الاب؟ لا اسكتي اش بدك تهضري. هنا القمع بدا، راه هو اللي خاصو يتكلم، راه هو اللي خاصو يقول للطبيب اشنو ضارو، راه هو اللي خاصو يقول للطبيب عندي هذه كنحس بهذا الوجع هنا ولا هذه هنا ولا هذه هنا. هذه حتى هي من النقط الاساسيه اللي خاص الوالدين يكونوا على درايه بها ويكونوا على علم بها، لان كما قلت لكم هذا المراهق راه ملي كيوصل هذا السن المراهقه يعني كيبلغ، يعني البلوغ كيرشد كما كنقولوا بالدارجه، راه صافي راه ما كيبغيش اللي يبدا يتحكم فيه ولا اللي يبدا يهضر في بلاصتو. خاصو هو اللي يهضر، هو اللي يتكلم، هو اللي يفرض الوجود ديالو. حتى ملي كيكونوا في الدراسه ديالهم كيكونوا بعض الاساتذه كينتبهوا لهاد المراهقين، وكيلقاو بعض المراهقين او المراهقات عندهم واحد بحال الخجل، بحال السكوت، بحال الانحياز لواحد القونت، ولا كتشوفيه معتمد غير على واحد صاحبه ولا شي صاحبتها، يعني ما عندهاش واحد فرض الشخصيه ديالها في داك القسم. هنا الاستاذ ولا الاستاذه كيحس بان هذاك
التلميذ اللي عنده في القسم عنده مشكله في الدار مع والديه. علاش؟ لانه ما لقاش واحد كما كنقولوا حنا بالدارجه واحد الصدر حنين، واحد العائله اللي غتفهمو، واحد العائله اللي غادي تكون مفاهمه معاه واخده ليه بالخاطر ديالو وعرفاتو بانه راه كبر وراه ولات عنده واحد الكيان وواحد الشخصيه وواحد كما كنقولوا حنايا وجود، عنده تا هو اقتراحات ديالو، عنده كلمته في البيت، تا هو غيبغي يحلل ويناقش مع والديه. الاساتذه هنا كيشوفوا هاد المنظوره هذه، كياخذوا بعين الاعتبار، وربما كاينين شي اساتذه تبارك الله عليهم مجهدين وواعيين كيعيطوا الاباء وكيديروا اجتماع في الاداره باش كيحللوا على هاد ويناقشوا على هاد التلميذ هذا اللي في هاد النمط وفي هاد الاسلوب، باش كيقولوا لهم راه ولدكم ولا بنتكم ها شنو فيه ولا ها شنو فيها، راه غير ساكت، وغير كيوعيوهم بهذه الطريقه هذه. وهذه زوينه، زوينه هذه القضيه هذه. وكنشكر الاساتذه اللي كيكونوا بحال هكايا كياخذوا بعين الاعتبار هاد الوليدات هادو في هاد الظروف ديالهم، وكيعيطوا للاباء ديالهم وكياخذوهم في الاداره وكيديروا معاهم واحد الحوار وكيناقشوا معاهم باش كيوعيوهم وكيردوا البال بان كيقولوا لهم وليداتكم في هذا السن هذا خاصكم تعتنيوا بهم وخاصكم تردوا لهم البال، لان راه كيكونوا في واحد الحاله اللي شويه صعيبه. حسن كنهضر بزاف والله العظيم وما كنسخاش بكم. اش نقول لكم، خليتكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.